بكره ماتش الزمالك وبيراميدز، وكلنا عارفين ان الزمالك هيفوت الماتش لبيراميدز. بص، الكلام اللي انا بقوله ده مش كلامي، المشكله ان ده كلام جماهير الزمالك نفسه. جماهير الزمالك نفسها نازله، كل الصفحات الكبيره نازله عماله تنزل في بوستات ان احنا دلوقتي ما بقاش فيه اللي هو مبدا تكافؤ الفرص. احنا انسحبنا من قدام الاهلي وادينا له 3 نقط مرتاحين. دلوقتي بيراميدز اللي بينافسه المفروض يا اما ننسحب قدامه يا اما نفوت لهم الماتش. لك ان تتخيل ان دي العقليه اللي احنا بنتعامل معاها؟ يا جدع، ده انا اهلاوي كنت عمري ما صدق ان الزمالك ممكن يفوت ماتش في الدوري. يعني انا عارف ان دي مش من سمات الزمالك، او الحاجه دي تحديدا ما بتبقاش من سمات الفرق الكبيره، ولكن انا لما فكرت مع نفسي لقيت نفسي بقول ان انت حاليا في الموسم ده فرقه مش كبيره اصلا، انت فرقه في منتصف الدوري وما بتحبش الاهلي، فمش عايز الاهلي ياخد الدوري، فممكن تبيع نفسها علشان تخلي اي فريق تاني ياخد الدوري على حسابك. بس انا اول مره اتاكد ان انتوا بالرخص ده. والله يا جدعان اقسم بالله انا ما كنت مصدق ان الزمالك عمره ممكن يفوت الماتش، لحد ما افتكرت تصريحات جوميز بعد الماتش الاخير اللي فات في الدوري لما كلموه عن ماتش الزمالك وبيراميدز. تعال نشوف بقى جوميز قال ايه. جوميز مدرب الزمالك بيقول لك انا ما عنديش دوافع اديها للعيبه في ماتش بيراميدز اللي هيبقى يوم الجمعه، ولكن لعيبه بيراميدز اقوياء وعندهم الدوافع اللي تخليهم يكسبوا الماتش. الترجمه كده هنفوت الماتش، او بيدي مبرر لهزيمته لانه عارف ان النادي بتاعه على الله حكايته وسكواده تعبان وبيراميدز اقوى منه في الموسم ده. فهو يقول لك مثلا انا كده بلعب على الوترين، يا اما فوت الماتش يا اما يبقى في مبرر للخساره. وكمان لما سالوه عن المكسب هو قال لهم بالمنطق ليس من مصلحتي ان انا افوز على بيراميدز واهدي الدوري للاهلي على طبق من فضه. يا عم ادهولنا على طبق المونيوم انا موافق، مش لازم طبق فضه يعني، ما تكلفش على حالك. ولكن ايه العته الكروي اللي انت بتقوله ده يا جمله؟ اقسم بالله طول ما العقليات ديت في الزمالك سواء جماهير او مدربين او لعيبه، اقسم بالله ما هتتقدموا خطوه، وهيفضل ده وضعكم وحجمكم الطبيعي ان ما كانش حجمكم الطبيعي اصلا. تعالى بقى اما نشوف بعد ما الزمالك يفوت الماتش لبيراميدز بطولاته السنه دي هتبقى البطوله الاولى بطوله كاس الكونفدراليه، البطوله الثانيه بطوله كاس الكرامه بعد انسحابهم قدام النادي الاهلي، البطوله الثالثه كاس التفويته، والكاس ده هيبقى جواه 200 جنيه وسندوتش.